بمبلغ معين، هو ملوش حد اعلى له، يعني ممكن يقدر بمبلغ اعلى شويتين عادي. هل المطلقه على الابراء تستحق تعويض للمتعه؟ في الحقيقه لا المطلقه على الابراء ولا المطلقه خلعا لها الحق في تعويض المتعه. المطلقه على الخلع من شروط الخلع انها بتتنازل عن الحقوق الشرعيه زي ما قلنا، نفقه عده، نفقه متعه، مؤخر، الحاجات دي كلها هي بتتنازل عنها قدام القاضي، فملهاش الحق ان بعد الطلاق ترجع تطالب بيه. وكذلك المطلقه على الابراء زيها زي الخلع بالظبط، واحده راحت قدام المأذون وتم الاتفاق قدام المأذون انها هيتم الطلاق على ابراء، خلاص طلقت، ما ينفعش ترفع بعد كده دعوه تطالب بيها بنفقه او تعويض المتعه، ولا نفقه العده، ولا مؤخر. كل الحقوق دي للمطلقه على ابراء والمطلقه خلعا ملهاش حق في الاثنين دول ما لهمش الحق في اي نفقات بعد الطلاق. اتمنى اكون لمت لكم الاجابه عن موضوع المتعه النهارده سريعا، وفي انتظار اسئلتكم دايما. كل يوم لنا رد على سؤال واحد، فما تزعلوش مننا احنا بنتاخر في الرد عليكم. واي سؤال جنائي او شرعي اكتبوه لنا واحنا ان شاء الله في تواصل معاكم وتحت امركم. السلام عليكم.